في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. مركز فنون قتالية في اليابان لتعليم النينجا والكاراتيه. أفضل معلمين محترفين في المكان هم كيسي وزوجته ناميكو. بيروح كيسي يشتري هدية لزوجته من محل مجوهرات، وفي 2 لصوص بيراقبوه وبياخد باله منهم. بيخرجوا وبيمشوا وراه، بيدخل شارع وبيهرب منهم في هدوء، وبيقفز من فوق أحد المباني بعد ما مشيوا. لكن بيجي واحد تاني منهم بيشوفه، وبيجيله ال2 اللصوص وبيشيروا عليه سكينة وبيديهم المحفظة ياخدوا الفلوس عشان ما يأذيهمش. لكن واحد منهم بيطلب منه المجوهرات اللي اشتراها لزوجته وبيرفض يديهم، وبيهاجموه بالسكاكين وبيهاجمهم بمهاراته الكبيرة في النينجا، وبيتصدى كل ضرباتهم ببراعة وبيوجه لهم ضربات قوية، وبيوقع واحد منهم وبيرفع الآخر بسكينتهم، وبيشوف على السكينة شعار معين بيقراه وبيرميها وبيمشي. بيرجع لزوجته ناميكو وبيلبسها العقد اللي اشتراه لها، وبيتضح إن ناميكو حامل. بتطلب منه شوكولاتة أثناء الليل، وطبعا بتتوحم عشان حامل، وبينزل يشتري لها من سوبر ماركت. بيدخل شخص المنزله وزوجته وحدها، وبيكتشف كيسي إنه نسي محفظته في البيت وبيرجع عشان يجيبها. بيدخل البيت بيشوف زوجته مقتولة والبيت مقلوب، وبينهار بشدة وبيبكي. بيبلغ الشرطة وبيجوا وبيسألوا الشرطي هل له أعداء أو في شيء اتسرق من البيت، وبيقول له أيوة كان فيه لصوص. وبيعملوا جنازة لزوجته في مركز النينجا اللي بيدربوا فيه. بيجيله زميله ناكابارا وبيقعد معاه وبيعزيه في زوجته، وبيسأله هل بتشتبه في حد معين، بيقول له أيوة بس هتأكد. وبيدعوه يروح معاه تايلاند في مركز تدريب للنينجا بيملكه، لكن بيرفض يروح معاه وبيقول له في حاجات لازم يعملها الأول، وبيسأله إيه هي لكنه ما بيقولوش. عصابة مخدرات في بورما، وبيقول زعيمهم لأحد أفراد عصابته إنه اختلس بضاعة من المخدرات لنفسه قبل تسليمها، وبينكر وبيقتله بنفس سلاح النينجا اللي اتقتلت بيه ناميكو زوجة كيسي. وبيسأل كيسي أحد زملائه مين هنا في البلد اللي بيستخدم أسلوب الركلة المزدوجة، وبيقول له مركز دوجو. بيروح البيت وبيشوف صورة ناميكو، وبيطلع دبلة زواجهم وبيضعها عند صورتها. بيروح لمركز دوجو اللي سأل عنه، وبيسألهم عن شخص معين وبيرد عليه بسوء أدب وبيطردوه بكل وقاحة. بيغضب وبيهاجمهم بشدة وبيتمكن منهم في لحظات، وبيطلب من واحد منهم يدله على مكان الشخص اللي سأل عليه وبيقول له. بيروح كيسي لمالها ليلي وبيبعت مع الجرسونة عقد لزوجته ل2 لصوص، وبيشوفوه بينتظرهم وبيخرجوا له. بيبدأ يهاجمهم بشدة وبيقضي عليهم، وبياخد العقد تاني بتاع زوجته، وبيتضح إنهم اللي قتلوها. بيروح تايلاند لمركز تدريب النينجا لصديقه ناكابارا، وبيرحب بيه وبيعرفه على مساعديه في المكان، وبيسأله كيسي ليه اختار تايلاند. بيقوله إن والده كان بيعمل هنا وهو اللي أسس مركز الفنون القتالية. وأثناء كلامهم بيوصل طرد مع أحد رجاله وبيقوله يضعه هنا دلوقتي. بيتدرب كيسي مع مساعدين ناكابارا في قتال، وبيتغلب كيسي عليهم، وبيجرحوا واحد منهم لكنه بينفعل وبيغضب، وبيوقفوا ناكابارا وبيقوله أنت أصبحت ما بتتحكمش في غضبك، وبيطلب منه يسير فوق الفحم في أحد الطقوس الغريبة عندهم. وطبعا كيسي حزين جدا عشان اللي حصل لزوجته. بيروح يسهر في أحد الحانات وبيشرب عشان ينسى أحزانه، وبيصدمه أحد الأشخاص بكل وقاحة وما بيعتذرش وبيسخر منه. بيغضب كيسي وبيهاجمه، وبيقوم أصدقائه يهاجموه لكنه بيتغلب عليهم وبيهاجمهم ببراعة وقوة، وبيسقطهم كلهم على الأرض بعد ما أفقدهم الوعي والناس بتتفرج عليه. بياخد منه أحد مساعدين ناكابارا إداله وبيشتغل بداله عشان شايفه تعبان،
وأثناء نوم كيسي بيستيقظ على صوت في الخارج، وبيلاقي حادث قتل لمساعد ناكابارا اللي عرض عليه يشتغل مكانه، وبيكتشف إنه اتقتل بنفس طريقة قتل زوجته من زعيم المخدرات. وبيقول كيسي لناكابارا إن مساعده اتقتل بنفس طريقة قتل زوجته، وإنه هو اللي كان مستهدف من القتل لأنه مساعده اشتغل بداله في المكان لما لقاه تعبان. وبيقول له ناكابارا عن الحقيقة، وبيقول له إن كان في 3 أشخاص، وهم أبويا وأبو زوجتك اللي توفت، وشخص ثالث كانوا هم أفضل الطلاب المقاتلين للنينجا في مركز دوجو في تايلاند. وبيقول له إن بعد ما توفى معلم المركز تحدى أبوه أبو زوجته عشان كانوا بيتنافسوا على إدارة مركز التدريب. وبيقول له إنهم دخلوا في معركة شرسة، وكان نتيجتها إن أبو زوجتك قتل الشخص الثالث، والشخص ده كان له أخ صغير هو نفسه زعيم المخدرات الحالي اللي قتل مساعده، واسمه جورو، وإنه بيحاول ينتقم لموت أخوه، وأصبح أكبر زعيم مخدرات في بورما. وبيقول له إن هو اللي قتل زوجتك وعاوز يقتلك أنت كمان عشان ينتقم لأخوه. وبيطلب منه ناكابارا يرجع لأمريكا، لكنه بيرفض وبيقول له مش ههرب. وأثناء الليل بيروح كيسي لناكابارا وبيقول له إنه قرر ينتقم لموت زوجته، وبيسأله عن مكان جورو، وبيقول له على مكانه في بورما، وبيقول له إن المكان فيه حراسة مشددة، وبيديله خريطة للمكان في غابات بورما، وبيستعد عشان يروح له، وبيوريله علامة خاصة برجال جورو هيلاقيها هناك في المكان، وبيقول له يراجع نفسه كويس لأن الدخول للغابة دي بمثابة انتحار. بيروح كيسي لبورما وبيشتري حاجات عشان يستعد، وبيركب تاكسي، وبيسأل السواق عن جورو وبيقول له يعدي عليه الساعة 7. بيدخل أحد الفنادق وبيحضر أسلحة النينجا اللي بيحملها عشان يروح لجورو. بيوصله السواق لأحد الحانات وبيقول له هيلاقيه هنا، وبيدخل الحانة. بيجي شخص لكيسي وبيقول له لو عاوز مخدرات تعالى معايا، وبيروح معاه على أمل إنه يشوف جورو، وبيعرض عليه مخدرات وبيشمها عشان يتظاهر إنه عاوز يشتري، لكنه بيتسطل فورا وبيسأله عن جورو، لكن بيغضب تاجر المخدرات وبيجي أشخاص يهاجموا كيسي، وبيطلع أسلحة النينجا اللي بيحملها وبيبدأ يهاجمهم رغم إنه تحت تأثير المخدرات، وبيحط السكين على رقبة تاجر المخدرات وبيسأله عن مكان جورو، وبيقوله رغم إنه زعيمهم الكبير لكنهم ما يعرفوش شكله أبدا، وبيتركه وبيركب التاكسي تاني وبيطلب من السواق يوديه للفندق اللي بيقيم فيه، وبيحاول يستريح من تأثير المخدرات اللي شمها، لكنه ما بيلحقش يستريح، وبتيجي الشرطة عشان تقبض عليه، لكنه بيهاجمهم بكل قوة وبراعة، وبيجي واحد وبيصوب المسدس على رأسه من الخلف، لكنه بيلف بسرعة وبيهاجمه، وبيهاجم كل أفراد الشرطة اللي بيحاصروه في الغرفة، وبيهرب منهم وهم بيطلقوا الرصاص عليه، وبيصعد لسطح الفندق، وفي النهاية بيمسكوه وبياخدوه وبيعتقلوه. بيشوف ضابط الشرطة جواز سفره وبيقول له أنت أمريكي؟ إيه اللي جابك هنا؟ بيقول له أنا جيت للسياحة، وبيقول له طب ليه بتسأل عن جورو؟ لكنه بيرفض يقول له، وبيأمر بتعذيبه وبيضعه المكوى على رجله، وبيسأله تاني وبيقول له قلت لك جيت للسياحة. بيعذبوه تاني وبيفقد الوعي وبياخدوه لزنزانة، لكنه بيتضح إنه كان بيتظاهر وبيخدعهم وبيقضي عليهم، وبيلبس بدلة واحد منهم وبيدخل للضابط وبيهاجمه وبيقول له أنت فاسد وبتعمل لحساب جورو، وبيهدده يقتله لو ما قالوش على مكان جورو، وبيضطر يقول له وبيطعنه وبيخرج بكل هدوء، وبيروح للغابة والمكان اللي عرفه عشان يروح لجورو، وبينام في الغابة أثناء الليل، لكن بيحضر رجال جورو وبيشوفوا النار اللي أشعلها، وبيعرفوا إن في شخص غريب في الغابة وبيبدأوا يدوروا عليه، لكنه بيظهر أمامهم فجأة وبيهاجمهم بكل قوة، وبيرمي واحد عليه قنبلة وبيقفز بسرعة من المكان، وبيحاول واحد يصوب عليه،
لكنه بيرمي عليه سكينة بسرعة وبيطعنه. بيلاقي قبر في الغابة لجنوده بيفتحوا عشان ياخد الأسلحة، وبيشوف داخل الصندوق صورة لزوجته وهي طفلة مع أمها، وبيحضر الأسلحة اللي معاه وبيلبس زي النينجا وبيستعد عشان يروح لجورو. بيوصل لبيت جورو اللي بيلعب شطرنج، وبيرمي الأسهم على الحرس بتوعه، وبيرمي حبل وبيتسلق لقصره، لكنه بيلاقي أمامه حراس كتير، وبيروح لأنابيب الغاز وبيضع في المكان قنبلة مؤقتة وبيفجر المكان بيهم. وبيعرف جورو إن في شخص بيهاجمهم، وبيواجه كيسي رجاله بشدة وبيقضي عليهم كلهم. بيدخل لجورو وبيسأله أنت مين؟ وبيقول له وبيواجهه مواجهة شرسة وعنيفة جدا، وواضح إن جورو معلم نينجا محترف. ولما بيتعادلوا في النزال بيتبارزوا بالسيوف، وبعد مبارزة طويلة بيتغلب عليه كيسي وبيقضي عليه. وبيرجع كيسي لمركز زميله ناكابارا اللي بيفرح برجوعه بعد ما لقاه على قيد الحياة، لكنه بيشوف أحد رجاله بيحمل سكين عليها نفس الشعار اللي كان مع اللصوص اللي قتلوا زوجته. وبيواجهه كيسي وبيقول له إن هو اللي قتل زوجته وحاول يقتله، وبيعترف له إنه عمل كده عشان يخليه يقتل جورو، وبيقول له إن محدش كان هيقدر يقتله غيرك، وبيقول له قتلت زوجتي وكانت حامل، وبيقول له ما كنتش أعرف إنها حامل. وبيقول له ناكابارا أمامك خيارين، إما إننا نتحد مع بعض أو نتقاتل وواحد مننا هيموت. وبيهاجموا كيسي وبيدخلوا في صراع قوي جدا، لأن الاتنين مستواهم عالي في النينجا، وبيكونوا متعادلين في القتال بسبب مهاراتهم الكبيرة. وبعد ما بيتعادلوا في النزال بيتبارزوا بالسيوف وبيجرحوا بعض، لكن كيسي بيشوف سلك النينجا جنبه وبيرميه على رقبته وبيقضي عليه بنفس الطريقة اللي اغتال بيها زوجته. وبيفتح الطرد، وبيعرف إن ناكابارا كان بيتاجر في المخدرات، وإنه جورو كان منافس له في بورما، وإنه كان بيعمل مركز التدريب للفنون القتالية كستار لأعماله الغير مشروعة. وبيقول له مساعده بلاش نبلغ الشرطة عشان المركز يستمر، وبيقول له إن ناكابارا خد جزاؤه، وبيقتنع بكلامه وبيرجع لأمريكا. يا ريت تقول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.